كان يا مكان، نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي. يلا نحكي. سواح وانا ماشي ليالي سواح، من غربة يا غالي سواح سواح. مرحبا، كيف حالكم؟ والله اشتقت لكم من زمان، ما شفتكوش. صار لي حوالي قديش؟ حوالي 5 دقايق تقريبا. اه إيه اليوم بدي احكي لكم قصه من كتاب كتير حلو، اذا بتدوروا عليه يا ريت يا ريت تصيروا تقروا منه، واسمه كليلة ودمنة. كليلة ودمنة هدول 2 حيوانات، ذئب، هن من نوع الذئاب، الثعالب والذئاب. هدول الكتاب كله عن الحيوانات، كله بيحكي عن الحيوانات، فيه بني ادمين بس فيه حيوانات كتير. هذا الكتاب اللي ترجمه للعربي، والكتاب هندي. اللي ترجمه للعربي واحد اسمه ابن المقفع. شو الاسم هذا؟ ابن المقفع، بقفع. بالعربي. على فكره الكتاب هو هندي، وترجموه للايراني الفارسي. وبعدين اجى ابن المقفع ترجمه للعربي. الهندي والفارسي انحرقوا، ضل بس العربي بالمكتبات هيك انحرقوا. بعدين صاروا الناس صاروا يعرفوا كليلة ودمنة عن طريق العربي. اليوم بدي احكي لكم قصه من قصصه. طيب، قصه السايح. السايح شو يعني السايح؟ هذا السواح، هذا كنت اغني له قبل شوي. السايح يعني مش انتم بتيجوا بتشوفوا سواح بيمشوا، بيجوا من برا اجانب هيك بحيفا وايش، بيجوا اجانب سواح. في واحد كان سايح يلف العالم، معه شنطته على ظهره، ويلف وين، كل يوم ببلد، كل يوم يروح على بلد، كل يوم يروح على بلد. واسم القصة السايح والصايغ. شو يعني صايغ؟ اللي بيعمل الذهب، يا عيني عليكم. اللي بيعمل الذهب، الخواتم والاساور، وهذا اسمه صايغ. يعني بصوغ، بيعمل الذهب، بيكون ذهب، هو بيعملوا منه خاتم، بيعمل منه اسويره، بيعمل، هذا اسمه صايغ. اسم القصة السايح والصايغ. كان يا مكان، نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي، طبعا نحكي. كان في سايح، وهذا السايح كل يوم في بلد، يمشي يوم، في مرة يجي هون عندنا على حيفا، مرة اجى هيك، كل يوم بيجي ببلد. مرة كان ماشي ببلد غريبة فيها غابة، هو ماشي بالغابة. بالغابة كان في صيادين. الصيادين كيف بيعملوا؟ كيف كانوا يصيدوا الحيوانات الكبيرة المفترسة؟ كيف كانوا يعملوا؟ شبكة، يتخبوا بالشبكة. يتخبوا بس كيف؟ وبالشبكة، شبكة كمان. أكل، بعدين يجوا الحيوانات. في كمان طريقة، يعملوا أصوات. في كمان طريقة عشان الحيوانات الكبيرة هاي المفترسة، الأسد والأشياء هيك الكبيرة، صعب يصيدوها. إيش؟ قول. بتخبوا ورا الشجرة، لما يقرب بتخبوا، لما يجي حدا يروح برا بتخوه. لا، في كمان طريقة انه بحطوا اصوات اللي هي. استنى شوي. انت اللي حكيته صح، بس ايش؟ في طريقة بتعرفوهاش، يمكن بتعرفوها. ايش؟ بحطوا اكل، بعدين بتخبوا ورا الشجرة، بس يجي بده ياكل الاكل بتخوه. طيب، اول شيء ما كانش في طخ، ما كانش في زي قصة قديمة، ما كانش في طخ، كان في أسو نشاب، وكان في الرموح، وكان في، ما كانش في بواريك. طيب هسه أنا بحكي لكم الطريقة ما بتعرفوهاش. في طريقة بتعرفوهاش، طريقة كتير حلوة. كانوا يحفروا جورة كبيرة ويغطوها بشجر هيك وورق وإيشكا. لما يجي الحيوان هو مش عارف إنه في تحته جورة، يكون ماشي هيك، بتعرف كيف النمر ولا الاسد ولا هيك ما يحط اجره هيك، بوف، بوقع بالجوره. ولا هو بعدين بيجوا من فوق بغزوه بأخذوه للحيوان، او بيحطوا حبل بربطوه بأخذوه. المهم هذا السايح كان ماشي بالغابه، ماشي هيك، ولا شاف جوره، بتطلع هيك، عرف انه هاي جوره صيادين. قرب عليها هيك، ولا لقى مين فيها عالق؟
اسد وقرد، قرد سعدان هذا اللي بتعمشق هيك، وحيي و وشو اسمه وانسان زلمه. لسه طلع عايشين، ما هني واقعين بس غميقه الجوره. طلع هيك كيف بده يطلع الانسان. هو كان في معه حبل هيك ومش طويل كتير، جاب كمان حبل تاني طوله هيك، وضلوا يمد الحبل هيك عشان ايش؟ الانسان يطلع يتعمش عليه. ما مد الحبل، مين طلع اول واحد؟ السعدان. القرد دغري نط على الحبل وصل لفوق. قال له شكرا لك، انقذت حياتي لهذا السايح، يعني انا كنت رح اموت تحت، منيح اللي انقذ حياتي. انت ايش بدك اطلب مني؟ انا ساكن هون قريب من جنب الغابه، تعال عندي اسال عني، انا اسمي ابو ميمون. ابو ميمون اسمه. بتسال علي ايش بدك بعطيك، بس بدي اقول لك اشي واحد، انصحك نصيحه، شايف هذا الانسان اللي تحت؟ اوعك تطلعه. ايه تركوه راح. ليش ما يطلعوش؟ قعد يفكر، مد الحبل كمان مره عشان يطلع الانسان، هو بده يطلع الزلمه. طلعت الحيه، برافو عليك، دغري كل هي طلعت لفوق. شكرا لك، انا بتشكرك، انا مش عارف كده اتشكرك. انا ساكنه هون قريبه من الغابه هون. اسال عني، انا ام الحنش. اسال وين ام حنش. ابو ميمون وام حنش صار عنده. ايش بدك؟ تعال، لانك انت انقذت حياتي، بس بدي اقول لك شيء واحد، هذا الانسان اللي تحت اوعك تطلعه. شو مالي هدول على الانسان؟ تركها راحت، ولا هي راحت. بعد شوي مد الحبل كمان مره، طلع الاسد. برافو عليك، طلع الاسد. طلع الاسد لفوق. ترى كيف هو الاسد هيك. شكرا لك كثير، انت انقذت حياتي. اسمع، انا هون ساكن قريب من هون، هنا غابي، اسمي ابو شبل. عندي صار عنده ابو شبل او ام حنش وابو ميمون. ايش بدك؟ تعال عندي هون بعطيك ايش بدك. انت انقذت حياتي، شكرا لك، انا ممنون لك، يعني انت مديون لك بحياتي. بس بدي اقول لك اشي واحد، هذا الانسان اللي تحت اوعك تطلعه. وتركه وراح. ضل الانسان. السايح قال ايه؟ حرام، انا جاي انقذ الانسان. مد الحبل، مده هيك، طلع الانسان يتعامل هيك، قال له شكرا لك، انا ممنون لك يا حياتي، انت انقذتني، كنت راح اموت، يعني شكرا كثير كثير لك. انا بشتغل صايغ، يعني بعمل ذهب وجواهر والماظ وهيك وحلق وهيك، ساكن هون قريب، اذا بدك اشي ايش بدك تعال لعندي. وتركه وراح. السايح راح، مشي راح دار بلاد واجا بلاد، اجى عندنا هون على حيفا، وراح على عكا، وراح على القدس، وراح على كثير بلاد. كل يوم بيمشي مشي. بيطلع، بتعرف كيف بيقولوا تريم؟ ما فيش ترمبات، كان فيش سيارات، كان في جمال وحصوني وبغال هيك، كل ما يلاقي حدا يوصله المحل، كل ما ويدور هيك، هو يدور هيك. فجأة ولا حس حاله بالغابة. ايه هي الغابة بعرفها، كنت هون قبل بمرة أنا. راح اطلع لقى الجورة، بقول وقف إلي أصحاب هوني بجنب الغابة ساكنين، أبو ميمون وأم حنش وأبو شبل والصايغ، راح أزورن. مشي فات على البلد هاي. ولا لقى هيك حرش فيه أشجار، قال أكيد هون القرد ساكن عند الأشجار. صار ينادي يا ابو ميمون، ولا طلع له قرد صغير هيك، مالك عمو ايش فيه؟ بقول له وين ساكن ابو ميمون؟ قال له ايه ابو ميمون هذا عمي، يا هون ساكن هون، تعال بدك اشي؟ نادي لي عليه. اجى ابو ميمون، تعرف على الغابه، تينج اهلا حبيبي، انت وينك؟ وك اشتقت لك، شكرا. ولك ايش بدك؟ انت انقذت حياتي، اطلب ايش بدك. قال لا ولا شيء، انا بس هيك جاي اسلم عليك. قال له لا انت باين عليك تعبان وما اكلتش، استنى شوي. دورك على الشجره، من شجره لشجره عباله هيك
هالقد سله فواكه وخضروات واشياء وجوز الهند وكثير اشياء جاب له. قال له خذ كل. صار السايح ياكل هيك ويحكي مع ابوه شو الاحوال وشو الاخبار. يحكي له قال له الحمد لله. اكل هيك شبع. قال له طيب خلص بدي اروح ازور هون صاحبنا ابو شبل. قال له مين ابو شبل؟ قال له الاسد يا زلمه اللي كان معنا. قال له صح مزبوط. اياه هو ساكن مش بالغابه هاي، الغابه اللي وراها. مشي على الغابه اللي وراها صار نادي يا ابو شبل يا ابو شبل. ورا طلعت له سلحفاه جديد صغيره، طلعت راسها هيك مالك شو بدك؟ وين ساكن ابو شبل؟ ابو شبل الملك تبعنا، هي هون لقدام شوي، امشي انت اسرع. مشي هيك ابو شبل طلع له ابو شبل اهلا. بتعرف يا اهلا اهلا اهلين حبيب قلبي، ولك انت انقذت حياتي، ولك ايش بدك؟ تاكل تشرب ايش بدك؟ لا والله كنت عند ابو ميمون وطعماني هيك من الشجر واشياء. لا شبعان. قال له معك مصاري؟ قال له لا مش بحاجه للمصاري. قال له استنى هون لسه بجيب لك مصاري. ركض الاسد. وين راح؟ على بيت الملك. فات على بيت الملك طلع هيك ولا لقى بنت الملك الاميره قاعده على المراي. لا ملك البلد الانسان يعني الملك. فات لقاها هيك على المراي عم تتحمر وتتبودر وفاتحه هيك علبه فيها هيك حلق واساور هيك ومكيفه على حالها هيك. طلع هيك قال هسه انا باخذ هدول الذهبات وبعطيهم لصاحبي خليه يبيعن ويصير غني عشان هو انقذ حياتي. اجى بده ياخذ الذهبات ولا هي شافته صارت تصيح هيك، ما عمل هيك بايده ولا وقعت وماتت. شو بده يعمل هيك؟ اخذ الذهبات وبسرعه هرب. واعطاه قال له خذ هاي الذهبات الك للسايح، اعمل ايش بدك. قال له شو بدي اعمل؟ بدهم كتار علي، شو بدي اعمل فين؟ قال له اعمل ايش بدك. اخذن. قال له طيب شكرا الى اللقاء. بس وين يروح؟ شو بعده؟ اتذكر عند السايغ صاحبه السايغ. قال السايغ بروح عند السايغ بعطيه اياهن، شو بدي فين هدول؟ يعطيني شويه مصاري خلاص بكفوني بشتري اشياء اغراض. راح عند السايغ دق على الباب. اهلا ولك حبيب قلبي وينك انت؟ اشتقت لك، انت انقذت حياتي، ايش بدك بعمل لك؟ ايش؟ قال له ولا شيء. قال له تاكل؟ قال له اكلت. تشرب؟ قال له يعني بشرب بس هيك. قال له بس جايب لك شيء قبل ما تجيب لي اشرب. قال له شو؟ فتح له هيك الاساور والعقد هيك. طلع عليهم السايغ هيك. انا بعرفن هدول لبنت الملك. كيف وصلوا لهذا الزلمه؟ بعدين عرف انه بنت الملك ماتت. قال معناها هذا الزلمه قتل بنت الملك واخذ وسرق لها الذهبات. قال له استنى هون شوي، انا راح اجيب لك اشي تشربوه استناني تتاخر تروحش. راح لوين راح؟ لعند الملك. قال له للملك اسمع، اللي قتل بنتك وسرق الذهبات اياته عندي بالهاي. قال له عن جد؟ بعت معهم 2 حراس مع هيك اسلحه وراحوا لهناك على الدكاني، لقوه قاعد جوا، مسكوا عليه حبسوه للسايح واخذوه على السجن. وايش قرر؟ انه الملك هذا يقتله. انه ليش؟ لانه قتل بنته. هيك مفكر ومش عارف الحقيقه. حطه بالسجن. قعد السايح بالسجن يبكي يعمل هيك، شو عملت بحالي؟ عاد قالوا لي انه ما اطلعش هذا الزلمه، ما رديتش عليهن، بحق علي لازم اطلعه، كان لازم ارد عليهن لانه هذا الانسان خبيث وشرير وبنفعش معه المنيح. هو عم بيبكي هيك ويبكي ولا سمع صوت هيك مين هذا اللي عم بيبكي هيك ازعجني؟ طلع هيك ولا هي الحي صاحبته. ام حناش كيفك؟ اهلا سايح ولك وين كنت؟ ايش اشتقت لك، شو جابك لهون؟ قال له هيك قصتي، كنت عند ابو ميمون وكنت عند ابو شبل واخذوا الذهب وعلقوني وقالوا لي انه انا قتلت بنت الملك. قالت له مش قلنا لك ما تطلعش هذا الانسان؟ ما رديتش علينا، هذا اللي صار فيك.
بتعرف شو؟ انا بدي انجيك. ايش بقول لك بتعمل؟ قال لها ايش يعني؟ قالت له استنى شوي. راحت هي الحيه طلعت هيك راحت عند وين؟ بيت الملك. الملك عنده ولد وبنت، البنت ماتت، قتلها الاسد ابو شبل. راح لغايه عند الولد نايم كان ابنه الثاني، راحت قرصته بالحيه، قرصته هيك ولا هو الولد صفرا، ما ماتش صفرا. ورجعت وراحت جابت هيك اعشاب من نقبت اعشاب، واخذت الاعشاب ورجعت على السجن، فاتت بين الحدايد بين السوق هيك فاتت ليه لعند السلم السايح. قالت له اسمع، خذ هاي النبات، إسا رح يقولوا انه ابن الملك مريض واللي بينجيه بنعطيه ايش بده. انت بتقول انا بنجيه، تاخذ هاي النبته بتغليها بالمي، بس تغلي بالمي زي الشاي، تحطها هيك على النار وبتسقيها للولد وبطيب، ساعتها انت بتنجى. قال لها عن جد؟ قالت له عن جد، حياة الله. راحت شوي ولا في واحد بنادي، يا أهل البلد عموم، ابن الملك مريض، اللي بيعرف يعالج، اللي عنده دواء يجي يساعد ابن الملك أحسن ما يموت. ولا هو واقف هيك ورا الحديد بالسجن، صار ينادي الحارس، يا حارس يا حارس تعال. اجى قال له مالك شو فيه؟ قال له خدني على الملك. قال له شو اخذك عن الملك؟ انت قتلت بنته، خليك هون. قال له بس ابن الملك ابنه مريض وانا بس بعرف اعالجه. قال له لا خليك هون. قال له دير بالك، اذا عرف الملك انه انا بعرف اعالجه لابنه وانت ما اخذتنيش لعنده رح يقاصصك. قال له طيب بس اسال الملك. راح سال الملك، قال له هيك في واحد بالسجن بدي علي ابنك. قال له جيبه بسرعه. اجى هداك كان معه الهاي وحط مخبيه هون هيك، فات عنده قال له ورجيني ابنك. طلع هيك وعارف شو ماله، طلع هيك قال له في عندي دواء لإله، هات مي. حط المي، حطها على النار هيك، لما صارت تغلي هيك زي الشاي جاب طلع كوبايه هيك صغيره، حط بتمه للولد شوي هيك. الولد كان هيك تعرف نايم مصفرن. طاب الملك كيف، قال له كيف طيبته؟ انت ساحر؟ قال له لا انا بعرف كل شيء، ما بعرفش شيء حرام، المحيه ساعدته. قال له انا بعرف. قال له انت شو بدك على السجن؟ كيف انت بالسجن؟ قال له ما انا اللي انت قلت انه انا قتلت بنتك. قال له طب كيف يعني؟ قال له انا هيك قصتي، كنت مره بالغابه ولقيت كذا حيه وقرد واسد وهذا السايغ، انقذتني كلهم. قالوا لي ما تنقذوش، انقذته وجيت لعنده هيك صار. قال له يعني السايح طلع شرير. السايغ السايغ طلع شرير. ايش سوى رجيلك اياته؟ نادوا على السايغ، راحوا الحراس تعرفوا انهم مع الرموح هيك، جابوا السايغ قدامه. مالك يا سيدي الملك؟ ولا هذا اللي بيعمل معك خير بتعمل معه هيك؟ قال له يا سيدي الملك بس هو اللي قتل. قال له لا قتل ولا شيء، انت عرفت ليش القصه؟ قال له يا سيدي الملك. قال له لك هذا عمل معك منيح، انقذ حياتك، كان راح تموت بالجوره، انت كنت وديته على الموت، كنت راح اقتله انا بالغلط. قال له ولا يا سيدي ولا ميدي، تعال هون. اخذوه وحطوه بالسجن محله وسكروا عليه وحبسوه طول حياته. وقال له للسايح تعال انت خليك عندي هون، بصير تشتغل عندي عند الملك. قالوا لا يا سيدي الملك، انا ما بحبش اقعد ولا محل، انا بحب اروح من بلد الى بلد، من بلد الى بلد. والسايح تركن وراح على بلد بعيد كتير، وصارت معه قصة تاني بحكي لكم اياها بعدين. سواح وانا ماشي بقالي سواح. شكرا لكم، شكرا لكم انكم حضرتوا كمان حلقه من كان يا مكان نحكي ولا ننام. طبعا نحكي، عشان تحضروا كمان حلقات اكبسوا على السبسكرايب او على اللايك.
وهيك بتصير تسابقوا الحلقات وتحضروا اكثر واكثر. والى اللقاء في قصه جديده احلى من الاولانيه. الى اللقاء.